لما نعرف إن أكتر من 340 مليون جنيه اتربطوا بقضايا غسيل أموال في أقل من أسبوع يبقى في إن. ولو أنت ناوي تخش عالم السوشيال ميديا أو تبقى صانع محتوى خلي بالك بيقبضوا عليهم دلوقتي، وما تقوليش وأنا مالي أنا همشي في السليم، برضه ممكن تتلط زيهم وأنت مش فاهم أي حاجة. ما هو في منهم اللي ما كانش يعرف هو واقع في إيه أصلا لحد ما اتقبض عليه. كمل للآخر وهفهمك. حابة أسحنا على خبر قلب الدنيا، حملة أمنية ضخمة قبضت على أكبر صناع المحتوى والتيك توكرز في مصر. في الأول الناس افتكرت إنها قضية من قضايا الآداب العامة أو مخالفة قيم الأسرة المصرية اللي اتعودنا عليها، لكن البيانات الرسمية اللي نزلت بعدها بساعات كشفت عن عالم تاني خالص، عالم معقد وما كانش يجي على بال حد. تجارة أعضاء وغسيل أموال. ودي نسيبنا من التجارة، ده موضوع لوحده، ونمسك في الغسيل. الناس دي كنا بنشوفها كل يوم على موبايلاتنا، وفجأة بقوا جزء من شبكات إجرامية منظمة. والمفاجأة الكبيرة إن كتير من التيك توكرز دول كانوا مجرد أدوات، ضحايا مش فاهمين حجم الجريمة اللي هم اتورطوا فيها. النهاردة مش هنتكلم عن تفاصيل القضية على قد ما هنتكلم عن العقل اللي وراها، الشخص اللي بيحرك الخيوط من ورا الستارة. وهنفهم بالتفصيل ايه علاقة تيك توك بالجريمة دي، وازاي شاب او بنت عندهم حلم الشهرة يتحولوا لحظة لترس في مكنة غسيل الاموال، وازاي تحمي نفسك من الكلام ده كله. علشان النهاردة هنتكلم عن سيكولوجية الغسالة. قبل ما ندخل في النفسيات خلينا نبسط المفهوم. تخيل معايا كده ان مجرم معاه مليون جنيه جايين من تجارة ممنوعة، والفلوس دي مش نظيفة، يعني ما ينفعش يروح يشتري بيهم فيلا او عربية فخمة علشان البنك هيسأله من اين لك هذا. هنا بقى بيجي دور استاذ غسالة، وظيفته انه ياخد الفلوس دي ويدخلها في غسالة اقتصادية تطلع من الناحية التانية فلوس نظيفة وليها مصدر شرعي. العملية دي بتمر بثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى هي البليسمنت أو الإيداع، ودي بتبقى أصعب مرحلة. اللي بيغسل بيحاول يدخل الفلوس الكاش دي للنظام المالي، زي إنه يقسم المليون جنيه على 50 شخص، وكل شخص يروح يعمل إيداع بمبلغ صغير في حسابه علشان محدش يشك فيه. بنيجي للمرحلة التانية واسمها اللايرنج أو التمويه، وهنا بتبدأ مرحلة تعقيد الأثر. الفلوس بتتحول من حساب لحساب ومن شركة لشركة، وبتدخل في استثمارات وهمية وعقود مزيفة داخل وخارج البلاد علشان أي حد يحاول يتتبع مصدرها يتوه في النص. بنيجي بقى للمرحلة الثالثة اللي هي الانتجريشن او الدمج. الفلوس بترجع تاني للشخص اللي بيغسل بس في شكل شرعي، كانها ارباح من شركه استيراد وتصدير او عائد بيع عقار او ارباح شركه تسويق رقمي، ودلوقتي يقدر يشتري بيها اللي هو عايزه بمنتهى الاريحيه. واللي حصل في قضيه التيك توكرز هو استغلال بشع للمرحله الاولى والثانيه. التحقيقات اللي اعلنت عنها النيابه في اغسطس 2025 كشفت عن نمط متكرر. الغسال او العقل المدبر للشبكه بيكون بعيد تماما عن الاضواء، بيستهدف تيك توكرز عندهم ملايين المتابعين بس ما عندهمش دخل مادي كويس، او عندهم رغبه كبيره في ان هم يوصلوا للغنى السريع. السيناريو بيبقى كالتالي. الخطوه الاولى التجنيد. هنا بيتواصل وكيل من طرف الغساله مع التيك توكر ويعرض عليه صفقه العمر. بيخش عليه كانه شركه دعايه وعايزين يعملوا معاه عقد، ويقولوا له هنديك 200,000 جنيه في الشهر مقابل ان انت تسوق لمنتجنا او مجرد تستقبل تحويلات من عملائنا اللي بره. تاني خطوه هي الاداه، وده بيبقى التيك توكر نفسه اللي ممكن يبقى طموحه اصلا 20,000 جنيه في الشهر وبيشوف ده رقم كبير فبيوافق فورا، وهنا بيتحول لاداه، وده بيتسمى في عالم الجريمه بالماني مول او بغل الاموال. في بقى طريقتين بيتوظف بيهم الكلام ده. الطريقه الاولى عن طريق الدعم في اللايفات. الغساله بيستخدم حسابات وهميه ويشحن هدايا كتيره جدا للتيك توكر في هيئه فلوس مش نظيفه، والتيك توكر بيستلم الفلوس دي من التيك توك على اعتبار انها ارباح شرعيه من المعجبين، وبعدين بيرجع جزء كبير منها للغساله بناء على اتفاقهم، وياخد هو نسبته حلال عليه قدام الناس. ده تيك توكر ناجح ومعجبينه بيحبوه، لكن في الحقيقه دي عمليه غسيل اموال واضحه وصريحه. الطريقه الثانيه بقى عن طريق شركات وهميه. التيك توكر بيوقع عقد مع شركه تسويق ملهاش وجود في الحقيقه اصلا، والشركه دي بتحول له مبالغ ضخمه شهريا كراتب او عموله، وفي المقابل بتستخدم حساباته البنكيه لاستقبال او تحويل فلوس ملهاش اي علاقه بشغله. الكارثه ان كتير من اللي مقبوض عليهم كانوا فاكرين ان دي شطاره او سبوبه، ما كانوش مدركين ان هم بيشاركوا في جريمه دوليه عقوبتها ممكن توصل للسجن المؤبد. طيب مين بقى استاذ غساله اللي بيخطط لكل ده؟ العلم بيقول لنا ان الشخصيه دي بتجمع بين ثلاث صفات نفسيه معقده بيقولوا عليها ذا دارك ترايد او الثالوث المظلم. الصفه الاولى اسمها الماكيافيليانزم او الميكافيليا. الميكافيليا هي سمه شخصيه بتميز الشخص بالذكاء الشديد والقدره على التلاعب بالناس لتحقيق اهداف شخصيه، ودي بتبقى اهم صفه عند استاذ غساله. الشخص الميكافيلي بيتعامل مع البشر على انهم ادوات او قطع شطرنج بيحركها لتحقيق اهدافه. هو شخص استراتيجي وصبور ومتلاعب لابعد الحدود، ومستعد يعمل اي حاجه طالما هتفيده. بصراحه هو مش بيستمتع باذيه الناس، لكنه ببساطه شايف ان مشاعرهم او مصيرهم ملهمش اي لازمه، وهو اللي بيقنع التيك توكر ان الصفقه دي في مصلحته، وهو عارف كويس انه بيرميه في النار. تاني صفه هي النارسيسيزم او النرجسيه. الغساله غالبا عنده احساس بالعظمه او التفوق، بيشوف نفسه اذكى من القانون ومن الناس كلها. الاحساس ده بيديله ثقه وجرأه يخطط لعمليات كبيره زي دي. هو بقى بيستمتع بالسيطره والنفوذ اللي الفلوس دي بتجيبهم له، وبيحس باحساس استحقاق رهيب كأن العالم كله مديون له بالثروه دي. الصفه الثالثه هي السايكوباثي او الاعتلال النفسي، ودي بتظهر في انعدام احساس الذنب او الندم. الغساله ممكن يشوف حياه الشخص اللي استخدمه بتتدمر قدامه وما يحسش باي ندم نهائيا، وبالنسبه له ده كان مجرد استثمار فاشل او اداه اتحرقت وهيجيب غيرهم. العقل ده مش بيشتغل باندفاع، ده بيشتغل بحسابات بارده، بيدرس ضحاياه كويس جدا ويعرف نقطه ضعف كل واحد. عندك اللي بيحتاج فلوس، في اللي بيحب المظاهر، في الساذج، وبيجي هنا يقدم له العرض اللي مش هيقدر يرفضه. كل عمليه
عمليه غسيل ناجحه بتفرز في دماغه الدوبامين او هرمون السعاده، وده بيخليه يدمن شعور الذكاء والنجاح في التحايل على النظام، وكمان بيخليه يكمل ويكبر شبكته اكتر واكتر. لو الغساله شيطان، فالشاب اللي بيوافق مش بالضروره يبقى شيطان زيه، في دوافع او اسباب نفسيه بتخليه يقع في الفخ بسهوله، فخلي بالك. السبب الاول هو الجهل او العمل المتعمد. كتير من التيك توكرز ما عندهمش اي ثقافه ماليه او قانونيه، بيبقوا شايفين الفلوس جايه في حسابهم ومش عايزين يسالوا الفلوس دي مصدرها ايه عشان السبوبه ما تتقطعش، وده بيبقى نوع من العمل الاختياري. في سبب تاني وده بيبقى اسمه ضغط المقارنه الاجتماعيه. الغلبان شايف تيك توكرز تانيين معاهم عربيات نظيفه وساعات غاليه، فبدوره عايز يبقى زيهم عشان ما يحسش انه اقل منهم. والسبب التالت بقى والاهم هو وهم الفلوس السهله، الثقافه بتاعت اعمل فلوس وانت نايم اللي بتصدرها السوشيال ميديا، وده بيخليهم يعتقدوا ان في طرق مختصره للغنى من غير تعب، وان الصفقه دي واحده منهم. الخطر ده مش بعيد عن اي حد فينا، سواء كنت صانع محتوى او حتى متابع. فلو انت صانع محتوى وجالك عرض بفلوس كتير اكتر من قيمتك في السوق، لازم تشك. اوعى توافق ان حسابك البنكي يكون وسيط لاستقبال او تحويل اي فلوس انت مش عارف مصدرها. وكمان ممكن تسال عن الشركه اللي بتتعامل معاها، تشوف سجلها التجاري او مكانها فين. لو لقيت كل حاجه عليها علامات استفهام او اونلاين بس، اهرب. لو انت بقى متابع او مستثمر، ما تتخدعش بمظاهر الغنى الفحش اللي على السوشيال ميديا. الصور دي ممكن تكون مجرد واجهه لعمليات نصب. اوعى تستثمر فلوسك مع اي شخص بناء على شهرته بس. لو اتعرض عليك فرصه استثمار بارباح خياليه ومضمونه، زي مثلا هيديك نسبه 50% من الارباح في الشهر، اعرف ان دي عمليه نصب 100%. في النهايه، ايه الفرق ما بين رجل الاعمال الحقيقي والغساله؟ الاول بيبني قيمه حقيقيه في المجتمع وبيتحمل مخاطره محسوبه ومبنيه على دراسه، اما التاني فهو طفيلي بيتغذى على جهل واحلام الناس، وبيحول ادوات النجاح الحديثه زي السوشيال ميديا لاسلحه بتدمر البني ادمين، واولهم حياه الادوات اللي بيستخدمها. لو عجبتك الحلقه، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، عشان في الحلقه الجايه هنتكلم عن سيكولوجيه جديده هتتفاجئ مين بطلها.